اسمع كده. تحس كده العجله نفسها مفكوكه او المسامير مش مربوطه. طبعا ابتديت افك العجل ولقيت المسامير مربوطه كويس جدا. بس يا ترى ايه اللي ممكن يعمل الصوت الوحش ده؟ فطبعا كان لازم نتيقن ونتحقق من هذا الصوت، فابتدينا نرفع العربيه. وطبعا بتحتاج ان انت تهوي المسامير قبل ما ترفع العربيه، وتطلع المفاجاه في مسامير الكاليبر الامامي. خدت بالك مسمار بيبقى فيه مسمارين اسمهم مسامير الكاليبرز، بيبقى واحد فوق واحد تحت زي ما انت شايف كده، ده التحت اللي تحت وصاحبنا ده اللي فوق. طبعا دول فيهم بوش، المفروض ان هم يتحركوا جوه وبره. خلاص. وطبعا ساعات بقى في بعض الناس يقول لك ده مساعد، وبعض الناس يقول لك ده اللي بايظ ده تيش ميزان، لكن هو المتهم الوحيد بيكون صاحبنا ده. وساعات بعض الناس تقول لك مقص كمان، لان هو بيعمل صوت طقطقه او تخبيط او ترزيع او خربطه كده مع المطبات زي ما انت شايف كده. في بوش مش باين قوي في الصوره، لكنه موجود. يعني المفروض الكاليبر ده يتحرك بشكل افقي، يعني يدخل جوه ويطلع بره، لكن هو بيتحرك بشكل رأسي كمان. ليه بقى؟ لان المسمار نفسه يعني فيه بوش. هتبتدي تفك كده، بتفك مع قارب الساعه وما بيبقاش مربوط بشكل قوي يعني، وبتحرك حركه بسيطه. طبعا هنا بيكون معلق في خرطوم الفرامل، فما ينفعش انت تزق زقه جامده عشان ان انت توصل للامامي. بتحرك حركه بسيطه زي ما انت شفت كده. الجلده كده بتحركها بالشوش وبتطلعه. هو صاحبنا هذا هو المتهم. طبعا ده مع طول الاستخدام ودرجات الحراره العاليه وحاجات زي كده بيبتدي انه يحصل له تآكل، فبيبقى فيه بوش بينه وبين المنيم بتاعه. زي ما انت شايف كده هو بيدخل في المنيم بتاعه كده، فالمفروض هو حركته تبقى جوه وبره. خلاص. لكنه في حركه افقيه، اسف، حركه راسيه. يعني لما بحرك ايدي فوق وتحت بيبقى فيه فوق وتحت بالنسبه له. ده بقى مع المطبات بيديك صوت خربطه بشعه. ناس كتير بقى يقول لك ده مساعد، ده مش عارف مقص، ده تيش ميزان، ده مش عارف الفرده محلوله. في بعض الناس بقى يقول لك الفرده محلوله، ما بيبقاش حاجه من دي خالص، بيكون هو ده. وساعات برضو ناس يقول لك ده السوسته بتاعت التيل هي السبب. سوسته التيل شبهها يعني، شبهها لكن يعني مختلف عنها، لان التيل برضو بيتحرك مع المطبات فوق وتحت، فبيدي نفس الصوت الخربطه. بس طبعا بتتاكد الاول ندخل في الحلول. اول حل الناس بتلجأ له هي تغيير مسمار الكاليبر، يشتري مسمار كاليبر ويركبه. طيب مشكله الحل ده ايه؟ ان اغلب مسامير الكاليبر الموجوده في السوق واللي مش اصليه بتكون اصلا قطرها اصغر من قطر المسمار الاصلي، فبتخلي البوش يزيد. انت متخيل؟ يعني انت بتعاوز تحل المشكله بتتعقد اكتر. طيب هنجيب مسمار اصلي. طب بتواجهنا مشكله تانية ايه بقى؟ ان المشكله حضرتك ما بيكونش التاكل في المسمار لوحده، المشكله في التاكل في المسمار والمنيم نفسه. يعني المنيم اللي بيدخل فيه المسمار ينام فيه المسمار ده، بتكون مشكله موجوده فيه هو كمان. طيب لما المسمار بيفشل بتلجأ الناس لجلب التeflon. حاجه اسمها جلب تeflon. طيب جلب التeflon مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان هي بتكون ناجحه فقط في المراحل المتاخره لما يكون البوش كبير جدا جدا. طيب في المراحل البدائيه بيكون البوش حوالي ملي فوق ملي تحت، فجلب التeflon بتخلي المسمار احيانا جيت ستاك، يعني يعلق. ما بتحلش المشكله، بالعكس بتعقد المشكله وممكن تعمل لك مصيبه كبيره. لان المسمار الكاليبر لو ما اتحركش الفرامل هتمسك من ناحيه واحده مش هتمسك من الناحيه الثانيه، وهتلاقي التيل بيتاكل من ناحيه والناحيه الثانيه لا، والمشكله هتكبر وهتزيد وممكن تعمل حادثه ليك لا قدر الله، ومصيبه كبيره جدا جدا انت في غنى عنها. خدت بالك ازاي؟ فجلب التeflon ناجحه في المراحل اللي البوش فيها كبير، مش في المراحل الاولانيه. طيب كتير من الصناعيه عارفين ان جلب التeflon مش ناجحه في المراحل البدائيه، يقوم يعمل ايه بقى؟ يقول لك لا خلاص انا مش هجيب جلب تeflon، انا هعمل لك حل عبقري من عندي. يجيب كنز بيبسي يتنيه او يلف حوالين المسمار علشان يحل مشكله البوش، او يجيب الموس الحلاقه اللورد القديم دوت يحطه مع في المنيم ويركب عليه المسمار. من وجهه نظري مشكله الحل ده ايه بقى؟ مشكله الحل ده ان ممكن لا قدر الله انت عارف طبعا معدن البيبسي عباره عن الومنيوم ضعيف جدا، ممكن المعدن ده يتكسر ويدخل يسد المجرى نفسه، يخلي المسمار ما يعرفش يدخل، يعني يمنع المسمار نفسه بالدخول، فتبقى مصيبه كبيره جدا. من وجهه نظري يعني انا يمكن ما شفتش حاجه زي كده حصلت، بس انا اتصور ان فعلا الحل ده مخاطره كبيره جدا في حاجه زي الفرامل ما ينفعش معاها الحلول دي. الحل الافضل طبعا تغيير الكاليبر بالكامل، المسمار بالكاليبر بالكامل لان هيكون جديد هو والمانيوم بتاعه، او تجيبه استراد. وفي بعض طبعا العربيات الاقتصاديه زي الصني مثلا على سبيل المثال بيكون الكاليبر نفسه مش غالي، بيكون رخيص، لكن في اغلب العربيات طبعا بيكون غالي. طيب الحل بقى اللي انا عملته اكتر من مره، بس انا برضو مش هتكلم يعني مش هوريه لكم دلوقتي، لما اجربه اكتر من مره. المعدن الاصلي بتاع الكاليبر الاصلي، المسمار الكاليبر ده ما بيكونش حديد زي مثلا الحديد العادي اللي احنا عارفينه، لا بيكون معدن ليه طراوه معينه كده، معدن ليه مواصفات خاصه وقابل للطرق بسهوله. فببساطه شديده يعني انت لما بتدق عليه حتى دقات مش قويه بيتشكل، وعلى فكره بيتني بسهوله برضه.
يعني بتجيب المسمار من عند الطرف هنا، بس مش من الطرف بره خالص، لا من هنا مثلا المنطقه دي، تدق عليه دقتين قويتين او 3 4 دقات قويه، وبعدين كده تلففه 180 درجه وتدق عليه دقيقتين قويتين كمان من هنا، وبتركبه المشكله الى حد كبير بتتحل. وحاول انت ما تدقش جامد علشان ما يعلقش. بعد تجربه اكتر من مره هقول لكم بالظبط كام دقه، ويعني عقبال ما نجربه اكتر من مره كده ونطلع ان شاء الله بالحل النهائي باذن الله. اتمنى في النهايه الفيديو يكون ممتع ومفيد، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم.